أرجو منكم المزيد من سعة البال ورحابة الصدر لمتابعتي في هذه النقطة. بالنسبة للمداخلة هو تناول مشاكل تنازع الاختصاص بين مجلس المنافسة ويعني تنازع الاختصاص وبين هياكل أخرى. سأركز على تنازعات الاختصاص بين مجلس المنافسة والهياكل التعديلية، الهيئات التعديلية القطاعية. سأتناول مسألة المنافسة من هذه الزاوية. أول ملاحظة نستهل بها العرض أنه المشرع في 2015 كما لاحظناه منذ الجلسة الصباحية وصل سياسة الصمت الغموض بخصوص الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة. هل هو هيئة قضائية، هيئة إدارية، نصف قضائية نصف إدارية؟ المشرع في 2015 لم يحسم هذه المسألة. تركها هذه المسألة لاجتهاد مجلس المنافسة في إثبات وجوده ضمن المشهد المؤسساتي، كذلك تركها المسألة معناتها للفقهاء للمناظرين لتحديد هذه الطبيعة القانونية. لكن بالرغم من أنه لم يحدد هذه الطبيعة القانونية، لكنه في المقابل حدد المهام التي يقوم بها مجلس المنافسة، وهي مهام متنوعة متعددة فيها الاستشاري وفيها النزاع. في الحقيقة تعدد المهام هذه لمجلس المنافسة يشترك في غاية اللي هي تحقيق مهمة تعديل المنافسة. يعني مجلس المنافسة هو هيئة تعديلية للمنافسة Autorité de régulation de la concurrence. هي مهمته التعديل. هو يعد المنافسة، يهتم بتعديل المنافسة في قطاعات اقتصادية تريد أن تتحرر تحررا قد يقل قد يكثر من سيطرة الدولة على دواليب هذه القطاعات. القطاعات هذه تطالب بتقليص حضور الدولة موان ديتا. القطاعات كانت احتكارية تريد أن تتحول إلى قطاعات تعددية في مناخ تنافسي سليم. بالتالي مجلس المنافسة أكرر هو هيئة تعديلية بامتياز، ولكن ليس لوحده يطلع بهذه المهمة في تعديل المنافسة. هناك هيئات أخرى قطاعية تتولى بدورها تعديل المنافسة في القطاعات الموكولة إليها. رأينا هيئة السوق المالية، رأينا الهيئة العامة للتأمين، أخيرا عندنا الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري. وسأركز على الهيئة الوطنية للاتصالات التي هي مهمتها تعديل قطاع الاتصالات. كل هذه الهيئات لها نقطة اشتراك، تشترك جميعها في ممارسة مهمة التعديل لا ريغولاسيون. يجدر بنا الملاحظة هنا في هذا الصدد بأن مهمة التعديل هي أشمل وتشمل الوظيفة القضائية، لأنه لاحظت أن هناك انطباع عام أن المهمة التعديلية في جانب والمهمة القضائية هي جانب آخر. المهمة التعديل في داخل مهمة التعديل هناك الجانب الإداري التنظيمي الاستشاري اتخاذ القرارات الإدارية، ولكن هناك زاد الجانب النزاعي أي ما يسمى بين ظفرين وبكل تحفظ الوظيفة القضائية، ولكن جانب النزاع كلها هي مهمة التعديل. نقطة الاشتراك في مهمة التعديل والمهمة القضائية هو بالأساس الاستقلالية. لذلك لا نجاح للمهمة التعديلية بدون ضمان الاستقلالية. الاستقلالية في العمل نتاعها الهيئات التعديلية في تركيبتها هي استقلالية عن كل قوى الضغط الموجودة في ذلك المجال. قوى الضغط تكون عمومية وكذلك تكون خاصة. مسألة الاستقلالية هي مسألة جوهرية محورية في نجاح مهمة التعديل. من هنا نفهم لماذا وقع الاتجاه إلى صورة القاضي المستقل لإبراز هذه المشروعية لهذه الهيئات القضائية. لأن مجلس المنافسة اعتبر نفسه بنفسه هيئة قضائية. كذلك لدينا الهيئة الوطنية للاتصالات بصراحة تعتبر أنها تقوم إلى جانب الوظيفة الإدارية تقوم بوظيفة قضائية المتمثلة في فض النزاعات،
وتعتبر أن أحكام في هذا المجال متمتعة بحاجة الشيء المقضي به لوحدها تكييفات قامت بها هذه الهيئات بنفسها. بدون الخوض في هذا الجدل بخصوص هذه الطبيعة القانونية، على الأقل لنذكر موقف المجلس الدستوري في هذا المجال. المجلس الدستوري لم يعامل مجلس المنافسة كمثلا الهيئة القطاعية اللي هي الهيئة الوطنية للاتصالات بخصوص الطبيعة القانونية، كما أوضح. يعني فما مؤشرات، فما مناخ عام بخصوص مجلس المنافسة يميل به أكثر إلى اعتباره هيئة قضائية. حتى من المجلس الدستوري في رأيه 2005 قالها بصراحة أن مجلس المنافسة يقوم بنظر في الدعاوى، ينظر ابتدائيا، وهذه هي الكلمة الهامة، ينظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة. يعني هذا مجرد مؤشر من بين المؤشرات العديدة التي حين تتضافر ترجح الكفة أكثر إلى هيئة قضائية. لكن الأمر يختلف بالنسبة للهيئة الوطنية للاتصالات، وقص على الهيئة الوطنية للاتصالات، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للتأمين. هذه الهيئات الثلاثة التي كيفها المجلس الدستوري صراحة مباشرة تارة وبصورة عرضية تارة أخرى، لكن كيفها صراحة كهيئات إدارية مستقلة. وإذا كان نقول هيئات إدارية مستقلة لا مجال الحديث عن طابع قضائي في هذه الهيئات الإدارية. أعمالها كلها جلها 100% هي أعمال إدارية، حتى في الجانب النزاعي في فرض النزاعات، وهذه بيان مسألة خلافية ومحل جدل فقهي في هذه المسألة. ربما نمكن في النقاش يمكن لنا أن نعود إلى هذه المسألة، ولكن حسب المجلس الدستوري هي هيئات إدارية مستقلة. مهما يكون من أمر مجلس المنافسة مهمته الأساسية هو تنظيم المنافسة أو تعديل المنافسة، ذاك المهمة الوحيدة والأساسية. بينما بالنسبة للهيئات القطاعية هيئات التعديل القطاعية، المنافسة تشكل فقط إحدى جوانب مهمة التعديل وليست كل المهمة. يعني هناك من هذا التقديم لمكانة المنافسة في هذه الهيئات التعديلية، نفهم أن هناك تكامل، ويجب أن يكون هناك تكامل بين مجلس المنافسة وبين الهيئات القطاعية. لكن هذا لا يمنع أن هناك تنافس، بل بالأحرى هناك احتدام للتنافس في الاختصاص، على مستوى الاختصاص في نزاعات الممارسات المخلة بالمنافسة، في نزاعات المنافسة بصورة عام بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للاتصالات. سأخذها كنموذج، لأن من خلال قراءتنا للتقارير السنوية أكثر مشاكل تنازعات في الاختصاص تطرح بين هاتين الهيئتين. كعينة لهذه التنازعات في الاختصاص أتناول مثال، وهو أكثر مثال أخذ حيزا في تنازعات الاختصاص، هو يتعلق بالدعاوى التجارية، بالعروض التجارية، يعني الدعاوى المتعلقة بتسويق العروض التجارية من طرف مشغلي شبكات الاتصالات الثلاثة، تعرفوهم الكل. عندنا المشغل التاريخي تيليكوم، عندنا من بعده جهة تونيزيانا أوريدو، وعندنا أورانج. سنتناول الدعاوى هذه وسنحاول الإجابة عن كيفية توزيع يعني نزاعات الاختصاص بينها، وسنحاول فيما بعد اقتراح واستشراف بعض الحلول لخلق أكثر انسجام بين مختلف هذه الهيئات التعديلية. نبدأ أولا استعراض عناصر تنازع الاختصاص بمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للاتصالات بخصوص مرة أخرى أذكر تسويق العروض التجارية المؤقتة في قطاع الاتصالات. متى يندلع الإشكال في تنازع الاختصاص؟ يعني معطيات الإشكال تطرح كما يلي. يعني هناك طرف متضرر من عرض تجاري ما يقوم برفع الدعوى بالاستناد إلى خرق قواعد المنافسة النزيهة من حيث الإضرار بمصالحه الشخصية، وكذلك بالاستناد إلى مساسه بتوازن السوق ككل. إذن هي دعوة تهم خدمات الاتصال اللي هي من اختصاص الهيئة الوطنية للاتصالات، لكن لها تبعات مباشرة على توازن السوق ككل. إذن كيف سيقع توزيع الاختصاص؟ يعني في هذه الإجابة عن هذا السؤال حسب التقارير السنوية لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للاتصالات لاحظنا ما يلي.
هناك تقاسم للأدوار بينهما، ولكن هذا التقاسم للأدوار لم يحل دون فرضية التقاطع في الاختصاص بينهما، أي دون فرضية التنازع في الاختصاص. سأخذ أولا توزيع وتقاسم الأدوار. من منظور اليانتين الهيئة الوطنية للاتصالات تركز على مدى وجود رخصة مسبقة في توزيع في تسويق العرض التجاري المشتكى منه. يعني تركز المنظور نتاعها يركز على مدى احترام المشغلين للأطر التشريعية والترتيبية المنظمة لترويج هذه العروض التجارية. بالأساس كل عرض تجاري يمر وجوبا على الرخصة السابقة للهيئة الوطنية للاتصالات، وأهمية الرخصة هذه أنه لا تسند إلا بعد الدراسة للسوق. بمعنى الهيئة الوطنية للاتصالات لا تسند الرخصة إلا إذا ما تبين لها أنه ليس هناك خطر، ليس هناك مساس بتوازنات السوق. ويمكن أن تذهب حتى إلى حد تعديل التعريفات، تغيير شروط البيع، تتحكم في محتوى العرض التجاري، ثم بعد ذلك تعطي الرخصة نتاعها لتسويق العرض التجاري. من هذا المنطلق، من هذا المنظور، الهيئة الوطنية للاتصالات ماذا تفعل؟ حين يتبين لها أن هناك رخصة إدارية سابقة تقول أن العرض التجاري يعني احترم الإطار التشريعي والترتيب المنظم لهذه المسألة، لأن ذلك قرينة، وقرينة ربما مطلقة على أن هذا العرض يعني ليس فيه تهديد ولا خرق لقواعد المناخ. كذلك يعني في الصورة العكس حتى في صورة عدم وجود رخصة، إذا ما تبين لها عدم وجود رخصة تقول أنه هذا المشغل لم يمتثل للإطار القانوني المنظم للعملية. المنظور نتاعها مرتكز على مسألة الرخصة السابقة، هل وقع امتثال لقرار الهيئة أم وقع احترام قرار الهيئة؟ في الحقيقة هو منظور يؤكد الطابع الما قبلي لتدخل الهيئة القطاعية، الهيئة التعديلية القطاعية أي اليانتين، يؤكد الطابع الرقابي الوقائي لتدخل هذه الهيئة. من هذا المنظور تعتبر أن اختصاصها مطلق في مراقبة مدى احترام هذا الإطار القانوني من طرف المشغلين. من منظور مجلس المنافسة الآن، منظور مجلس المنافسة لا يهتم مطلقا بمسألة الرخصة، والحد الوحيد على اختصاصه في هذا المجال لا ينظر في مشروعية الرخص ولا ينظر في مدى امتثال المشغلين لهذه الرخص. مسألة هذه تعود إلى اختصاص الهيئة الوطنية للاتصالات. فيما ينظر إذن هو ينظر في مدى مساس العرض التجاري المشتكى منه بتوازنات السوق. فهذا هو الاختصاص نتاعو. من هذا المنظور نلاحظ أن هو يركز على التابع المابعدي، على عكس الهيئة الوطنية للاتصالات يبرز التابع المابعدي للرقابة مجلس المنافسة، الرقابة الزجرية، الدور الزجري الذي يقوم به مجلس المنافسة، وهو دور يختلف عن الهيئة الوطنية، دور الهيئة الوطنية للاتصالات. بالتالي يعتبر اختصاصه مطلق فيما يتعلق بمدى وجود ممارسات مخلة بالمنافسة. ومن هذا المنطلق يقرر مجلس المنافسة أن قانون المنافسة بالأسعار هو النص الخاص الذي يجب أن ينطبق في هذا المجال، يعني النص الخاص فيما يتعلق بنزاعات الممارسات المخلة بالمنافسة، لأن النص الخاص لأنه بالنظر إلى أسواق مرجعية محدد بالنظر في الاختصاص ومحدد بالنظر في أسواق مرجعية، بينما مجال الاتصالات نص عام لأنه ينظم كامل قطاع الاتصالات. والقاعدة التأويلية نعرفوها الناس الكل، الخاص يغلب على العام. هذا تقسيم الأدوار يبدو واضحا إلى حد ما، يبدو واضحا، له بعض النتائج القانونية والقضائية. مثلا النتيجة الأولى اللي نجم نقولها نتيجة تقاسم هذا الأدوار بخصوص التعامل مع رخصة الهيئة الوطنية للاتصالات في التسويق. يعني بالنسبة للهيئة الوطنية للاتصالات تعتبرها قرينة، وجود الرخصة تعتبرها قرينة على احترام العرض التجاري المشتكى منه. بينما المجلس المنافسة ما يعتبر أنه حتى في صورة وجود رخصة يمكن أن تقع ممارسة مخلة بالمنافسة، يعني هذا لا يمنع ذلك.
وبالتحديد في قرار 2011 كان واضحا مجلس المنافسة بقوله أن الدور التعديلي للهيئة الوطنية للاتصالات لا يمكنه إلغاء هامش الحرية الممنوح للناشطين في قطاع الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بتحديث سياستهم التجارية التي يمكن أن يهدف البعض منها إلى عرقلة السير الطبيعي للسوق. يعني حتى حين يستوفي احترامه لشروط الهيئة الوطنية للاتصالات، هذا ليس بقرينة مطلقة على أنه هناك عدم مساس بتوازن السوق. لكن كما قلت أن هذا التقاسم للأدوار كذلك النتيجة الثانية نتيجة قضائية هامة جدا على مستوى إمكانية رفع دعوتين متزامنتين في نفس الوقت بخصوص نفس الممارسات، يعني نفس العرض التجاري المشتكى منه أمام مجلس المنافسة وأمام الهيئة الوطنية للاتصالات. بما أن الموضوع مختلف يمكن القيام ولا شيء يعطل لا نظر هذا ولا ذاك، لا شيء مثلا أسبقي في عرض فاميليا هو القرار، يعني عرض فاميليا عرض في نفس الوقت امام الهيئه الوطنيه للاتصالات ومجلس المنافسه. في الحقيقه هناك اسبقيه